السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هعمل معاكم النهاردة سمك مكاريلي سنجاري مشوي في الفرن بالزيت والليمون وتتبيلة وخلطة ممتازة. غسلت السمك كويس قوي وفردته في الصاج او في صينية. هعمل الاول التتبيلة: معلقة صغيرة توم مفروم، معلقتين صغيرين فلفل احمر مفروم، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة كمون وكزبرة وبابريكا، معلقتين كبار خل، وهعصر ليمونتين. طبعا الليمون كل ما نزود ليمون بيدي طعم جميل اوي للسمك، فلازم قبل ما احشي السمك بالخضار اتبله الاول. فدي احسن تتبيلة للسمك، اعمليها لاي سمك بتديله طعم في منتهى الجمال التتبيلة دي. وزعت التتبيلة على السمك، هوزعها بقى على على السمكية عشان يبقى كل لحم السمك متبل. احلى تتبيلة للسمك التتبيلة دي، لا يعلى عليها، بتخلي السمك طعمه جميل جدا. هعمل بقى الخلطة: ربع حزمة كزبرة خضراء، بصلة متوسطة، 3 طماطم مكعبات، بشر جزر صغيرة، فلفلتين رومي، فلفلتين حامي مقطعهم صغير، معلقة صغيرة ملح، برضو هحط نص معلقة توم وكزبرة وبابريكا. البابريكا بتدي لون وطعم جميل برضو وحطيت معلقة صغيرة توم ومعلقتين صغيرين فلفل احمر مفروم، نفس التتبيلة اللي تبلت بيها، وحطيت معلقتين كبار خل وعصر برضو ليمونتين. نفس التتبيلة اللي تبلت بيها السمك هحطها على الخضار. والخضار بقى تشكيلة حلوة، طعمها جميل قوي طعمها بيبقى جميل قوي في الحشوة بتاعت السمك المشوي: بصل وكزبرة وطماطم وجزر وفلفل نوعين رومي وحامي، اللي ما بيحبش الحامي ما يحطوش. فدي احلى برضو خلطة بتتحط لحشوة السمك. هوزعها برضو اهو على السمك، ولو فات حاجة حطيها في الصينية عادي. اصلا طعم السمك ده، طعم الخلطة دي طعمها زي السمك، انتي بتاكليها بالعيش كده مع السمك او بالرز، طعمها جميل جدا الخلطة دي. انا قطعت بقى طماطم شرايح كده وحطيتها تجميلة، يعني تدي جمال يعني. وهرش بقى على كل سمكة رشة زيت كده، رشة زيت صغيرة كده، ما كترش، حاجة بسيطة كده. الصاج جاهز معايا، هيخش الفرن على درجة حرارة متوسطة. افتح من فوق ومن تحت واحطه في الشبكة اللي في النص، هيستوي بقى من تحت وفوق مع بعض، وهيطلع بقى بالجمال ده. في منتهى طعم السمك، كان في منتهى الجمال. عايزاكم تجربوا الطريقة دي، وما تنسوش الاشتراك واللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.